كل الساعات تقيس الوقت، بعضها تقيس ذاكرة مدينة كاملة. بعد سنوات من الإهمال والتوقف، ساعات بلدية الحلة رجعت تشتغل من جديد. عودتها اجت ضمن مشروع ترميم بناية بلدية الحلة، البناية اللي صممها المعمار الكبير محمد مكية عام 1957. الساعة التي تعلو مبنى مديرية بلدية الحلة تم إعادة تأهيلها من قبل مديرية بلدية الحلة في 4 أوجه. العمل مالتها يعني مربوط على الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية كذلك. فيها جرس يدق في كل ساعة. أعمال التأهيل أكدت على ضرورة حماية الرموز المعمارية وصون ذاكرة المدينة. هاي الساعة مو بس عقارب، هاي شاهد على أجيال وقصص ناس. دقاتها اليوم مو بس تعلن الوقت، دقاتها تعلن إنه الحلة بعدها حية. إيش قد حلو من اللي يصير اهتمام برموز معمارية مثل ساعة البلدية. برأيكم أنتو أي مكان ثاني يحتاج إعادة ترميم؟ كتبوا لنا بالتعليقات.